تخيل لو قدامك جيش كامل بيحاصرك بكل معداته، بدبابات، برشاشات، بكامل جنوده. هتستسلم ولا هتختار القرار الأصعب؟ في 25 يناير سنة 1952 العالم كله وقف يتفرج على شوية رجالة ببنادق قديمة وهم بيعلموا أقوى إمبراطورية في التاريخ يعني إيه كرامة. الحكاية مش مجرد عيد، دي ملحمة دم وصمود غيرت خريطة مصر للأبد. خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. عشان نفهم اللي حصل لازم نرجع شوية لورا. سنة 1951 في الوقت ده مصر كانت في حالة غليان. الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا أعلنت إلغاء معاهدة سنة 1936 مع بريطانيا. المعاهدة دي كانت بتدي الإنجليز حق الوجود العسكري في منطقة القنال، وبإلغائها أصبح الوجود ده بقى احتلال صريح، وده خلى الشارع المصري يتحرك. ومن هنا بدأت حركة الفدائيين، شباب مصريين من كل حتة، طلبة، عمال، فلاحين، راحوا مدن القنال علشان يضربوا الإنجليز في معسكراتهم ويمارسوا ضغط حقيقي. واللي الناس كتير ما تعرفوش إن الشرطة المصرية وقتها كانت واقفة في ظهر الفدائيين. ضباط وعساكر الشرطة في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس كانوا بيساعدوا، بيوفروا حماية، وكمان ساعات بيسربوا سلاح للفدائيين، وده طبعا كان عامل قلق كبير للقيادة البريطانية. نروح بقى ليوم الجمعة 25 يناير سنة 1952. فجأة مدينة الإسماعيلية لقت نفسها متحاصرة بقوات إنجليزية ضخمة، دبابات، عربيات مصفحة، مدافع، وجنود بكامل السلاح. القائد البريطاني وقتها الجنرال إكسهام قرر يحسم الموضوع ويبعت إنذار رسمي لقوات الشرطة المصرية. الإنذار كان تسليم السلاح فورا، وإخلاء مبنى المحافظة وسكنات الشرطة، ومغادرة الإسماعيلية تماما. الرسالة وصلت للواء أحمد رائف قائد قوات الشرطة هناك. الراجل ما خدش قرار لوحده، واتصل فورا بوزير الداخلية في القاهرة فؤاد سراج الدين باشا وبلغه باللي حصل. الرد اللي جه من القاهرة كان ما تسلموش، قاوموا على قد ما تقدروا، الوزارة والشعب وراكم. الكلمة دي اتنقلت في ثواني لكل الضباط والعساكر جوه المبنى. واللي لازم نعرفه إن ميزان القوة كان مايل بشكل مرعب، طبعا لصالح بريطانيا. الشرطة المصرية كان معاها بنادق انفيلد قديمة، بنادق بتضرب طلقة وتحتاج تعمير يدوي، قدام دبابات ومدافع رشاشة وقوة مهولة. حوالي الساعة 7 الصبح بدأت المواجهة. الإنجليز ضربوا في الأول نار تحذيري، لكن الرد المصري كان رصاص حقيقي. بعدها القصف بدأ بجد. المدافع ضربت مبنى المحافظة وبلوكات النظام، الحيطان اتكسرت والدخان والتراب ملوا المكان. وبرغم كل ده محدش ساب موقعه. الضباط كانوا بيتحركوا وسط العساكر يثبتوهم يطمنوهم، وكان من بينهم ضابط شاب اسمه صلاح ذو الفقار اللي الناس هتعرفه بعد كده كممثل، لكن وقتها كان واقف زي غيره بيقاتل. المعركة استمرت ساعات. الإنجليز كانوا متوقعين إن المقاومة هتخلص بسرعة، لكن اللي حصل كان العكس. كل ما الوقت يعدي المقاومة كانت ثابتة. العلم المصري كان لسه مرفوع فوق المبنى ومحدش قدر يقرب له، لكن مع الوقت الذخيرة بدأت تقل. العساكر بقوا يلموا من بعض الرصاص، الضابط يدي العسكري والعسكري يدي زميله، لحد ما وصلت لحظة النهاية. آخر طلقة اتضربت والمكان سكت فجأة. الإنجليز استنوا شوية وبعدين دخلوا بحذر. اللي شافوه جوه المبنى كان صادم، شهداء ومصابين وسلاح بسيط جدا قدام القوة اللي كانت بتحاصرهم. الجنرال إكسهام نفسه وقف مبهور باللي شافه، ومش بس كده، ده أمر جنوده يقفوا صفين ويؤدوا التحية العسكرية للشهداء والضباط الأسرى وهم خارجين. وده كان موقف نادر واعتراف صريح بقيمة اللي حصل. في اليوم ده استشهد حوالي 50 راجل من الشرطة واتصاب أكتر من 80. الخبر انتشر في مصر كلها، والإسماعيلية خرجت في جنازات كبيرة. والمشهد كله كان واحد من الأسباب المباشرة اللي مهدت لثورة 23 يوليو بعد شهور قليلة. ومن ساعتها بقى 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية، مش احتفال قد ما هو ذكرى ليوم اتثبت فيه إن حماية البلد مش وظيفة، دي مسؤولية وإيمان وعقيدة. ولما نفتكر اليوم ده النهاردة لازم نفتكره بمعناه الحقيقي، نفتكر إن الروح اللي كانت موجودة سنة 52 هي نفس الروح اللي شفناها بعد كده في مواجهة الإرهاب وحماية الشارع، وفي كل وقت البلد كانت محتاجة فيه حد يقف قدام الخطر. القصة دي مش بس عن معركة، دي عن عساكر بسطة سابوا بيوتهم وأهلهم وغيطانهم ووقفوا قدام قوة أكبر منهم بكتير، بس كانوا شايفين إن التراجع مش اختيار. دول فعلا أصحاب العيد الحقيقيين. وفي النهاية ال50 بطل اللي استشهدوا في الإسماعيلية ما كانوش مجرد أرقام في كشف، دول كانوا رسالة بتقول إن الأرض دي ما تتسابش والكرامة ما بتتباعش.
النهاردة وانت بتشوف عسكري شرطة واقف في شارعك، افتكر ان وراه تاريخ طويل من الصمود. بدأ بطلقة من بندقية قديمة في عز البرد، ومكمل بقلب ما بيعرفش الخوف. الحكاية مش بس ذكرى، الحكاية أمانة في رقبتنا كلنا، لازم ننقلها للأجيال اللي بعدنا. ولو وصلت لحد هنا وفخور بتاريخ بلدك، اكتب تحيا مصر في التعليقات. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.